اهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم ان شاء الله نقدم لكم اومليت بالفرomاج. فلتحضير هذا الاومليت كنحتاجو البيض، استعملت هنا حبتين من البيض، يعني على حسب المقلاة ممكن تزيدوا الكمية، وكمية من الجبن المبشور، وعندي هنا ايضا زيت الزيتون. ممكن تضيفوا الملح، ولكن من الاحسن تستغنوا عنه لان الجبن فهو مالح جدا. فاذا ننتقل للطريقة. فاذا ناخذ البيض ثم نضيف ليه الجبن ونخلط البيض والجبن. فكنظن انني كثرت الجبن، فهذا الجبن بالبيض وليس البيض بالجبن. فوق النار كنوضع المقلاة ونوضع فيها قليل من زيت الزيتون، ثم نضيف خليط اومليت الجبن والبيض. وهذا هو الشكل النهائي الأومليت بالفرomاج. كنتمنى هذه الوصفة تنال إعجابكم وتجربوها. أشكركم جدا على المتابعة، ومع السلامة.